مبروك للبيراميدز اول بطولة في تاريخه يعني من يوم ما اتعمل بيراميدز، وكان نفسنا من زمان نشوف له بطولة بصراحة يعني على كل اللي بنسمعه وكل المبالغ الخيالية اللي بدأ بيها النادي دوت. يعني كان المفروض ان هم ياخدوا بطولات اكتر من كده من زمان يعني. اكيد كل الجمهور فرحان، حتى ممكن يكون جماهير الاهلي كمان فرحانة يعني. آه، يعني زد لسه أول سنة ليه في الدوري. تجربة ناجحة. آه، مش عايزاهم يزعلوا. هي الكرة كده مكسب وخسارة، لكن أعتقد انتوا ممكن السنة الجاية تكونوا انتوا البطل يعني. خدوها خطوة خطوة. السنة دي انت الوصيف، ممكن السنة الجاية تكون انت البطل. بس ما يبقاش الأهلي والزمالك بره طبعا يعني، عشان لو الأهلي والزمالك موجودين لا بيراميدز ولا غيره يعني. ف مبروك لبيراميدز تاني، وعقبال بقى ما نشوفكم كده واخدين درع الدوري بقى قريب كده يعني، عشان ما يبقاش يعني. عايزين بقى زي زمان كده يعني أندية تنافس على الدوري، ما يبقاش المنافسة يعني بين ناديين اتنين بس. وحظ سعيد بقى لمنتخب مصر الفترة الجاية ديت. والله يعينك يا كابتن حسام حسن بصراحة يعني. انت بتشوف بلاوي في المنتخب. ف... يلا، ادينا هنشجعك وندعمك وكل حاجة مش عارفة اقول لكم ايه. كويس ان الموسم خلص على خير يعني، عشان الموسم كان كله بلاوي ومصايب ومش عارفة يعني. الوسط الرياضي او الموسم الرياضي السنة دي كان مليء بالاحداث المؤسفة والاحداث الحزينة. اتمنى ان الموسم الجاي ما يكونش فيه حاجة من الحاجات دي خالص، ويكون موسم هادي كده وجميل وممتع، ويكون فيه فنيا اصلا كورة نقدر نستمتع بيها يعني. الماتش امبارح كان يعني اي كلام، مش عايزه اقول كده عشان الناس ما تزعلش. لعبت الناديين، لكن انا والله فعلا ما كنتش عاجبني اداء الاتنين اصلا. انا بحب البيراميدز، بحب الجونه، آه، المقاولين، زمالك. آه، مش هقول حاجه تاني يعني محدش يزعل. لكن بجد بجد والله بجد انا كان نفسي بيراميدز ياخد بطوله من زمان قوي قوي يعني، من 2018 يعني نفسي ان الفريق ده ياخد بطوله يعني. والحمد لله الامنيه دي اتحققت امبارح. ومبروك للجهاز الفني واللاعبين والمهندس ممدوح عيد وملاك نادي بيراميدز، الجانب الاماراتي. يعني تستحقوها بصراحة يعني، تستحقوا ان انتوا تفرحوا بعد طول انتظار يعني. بطولة غالية عليكم كده. اكيد احنا حاسين نفس الاحساس اللي انتوا حاسينه يعني.